تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا واصطفى من عباده من جعلهم أهلا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا واصطفى من عباده من جعلهم أهلا له وخاصته، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرنا في دار العدالة أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك والاحتفال المشرف، حفل ختام القرآن الكريم الذي نجتمع فيه لنكرم ثلة من أبنائنا وبناتنا ممن أكرمهم الله بحفظ كتابه العزيز وجعلهم من أهل القرآن. نخص بالترحيب أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة، أصحاب السعادة من المسؤولين والضيوف الكرام، أولياء الأمور المباركين، وكل من حضر وشاركنا هذه الفرحة. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم بين أهل القرآن في رحاب دار العدالة، فشرف لنا حضوركم وزادنا فخرا أن نحتفل معكم بهذه الثمرة المباركة من مسيرة الحفظ والعطاء. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وحجة لنا لا علينا، وأن يبارك في الحفاظ والحافظات وفي كل من أعانهم ووقف إلى جانبهم. وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abbootu wanteenna nu isa salamna, keessummaateenna nu isa sharafna, liqaaf guddaa keenna nu isa sharafna, hablaa markas keenna nu isaan dhiyeefna, hablaa markas keenna nu isaan dhiyeefna. Maqaa markas keenna markasul addalan beekani, markas ka addadhaa qeerkiina keekani, mulkii guddaa qeerkii arma baratani, حفظك قرآنا المبرتاني قرالك بغلسا المبرتاني قرالك بغلسا المبرتاني يا بودي دينا تفقلت قبداني سبب قدس كنا قدوم رفادني والفين كين باتني دسادي يادني يا للتفراع متانو سابدني قرال ربي كنا نانو برسيتني أي باباري غمان وبيرا قبطاني أي باباري غمان وبيرا قبطاني فيانا باركان عمرا ورا دوري يسيب أبد ورا دينا ديتي شوبي وياك قدنا نعرس كالكسوري لازم كي جنة ربت ورا قولي لازم كي جنة ربت ورا قولي أي باب كداتين ربت الرسان لغوغي أولي قيا جبا ربت الردوي كرانك ورميركا رباتين قلوبي حولي قلال نبي وبا وردوشي جيرانكي نبيكي أولا وردوشي غاتيس عرشي ديتي بوقات وردوشي جنة فردوسا قلتم مراتوشي جنة فردوسا قلتم مراتوشي أي باب كداتنا المبي تبرا ميرو دقاب قدا منا مولا لدى الدنيا بلا شا أخرات دالدا
namuu ilmaan isaa quraan barsiifadha ulaa qarannoota sabarkii guddadha waan harki lafinnaa rabbuun qarqarfadha waan harki lafinnaa rabbuun qarqarfadha walitti waan jabduu birra bitadha shirqoola matanaa ufirraa eegadha fitnaan na guddatee ufirraa eegadha qarabaa waan jabduu hiriirkii guddadha ibadaa faladha salaati jabeeffadha namuu waqtiiraan hadiskii guddadha damsi kenna gana nagayaan boqadha damsi kenna gana nagayaan boqadha damsi kenna gana nagayaan boqadha. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هدى للناس وبيانا للهدى والفرقان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله حديثنا اليوم عن فضل القرآن الكريم. فضل القرآن الكريم عظيم لا يقاس وقد وردت في القرآن نفسه وفي السنة النبوية الشريفة العديد من الأدلة التي تبين عظمة هذا الكتاب وأثره في حياة المسلم من أبرز فضائله. أولا كلام الله المنزل. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشر وقراءته عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الثاني شفاء ورحمة. القرآن شفاء للقلوب والأبدان وسبب للسكينة والطمأنينة. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الثالث يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين شفيع لصحابه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم. الخامس قراءة القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصحابه. الحفظ من الضلال. من تمسك بالقرآن عصمه الله من الضلالة. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. السادس كل حرف بحسنة. قراءة القرآن سبب لأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. السابع أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأقصر كلامي إلى هذا الحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك
وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو
فسبح باسم ربك العظيم. قال العلامة سليمان الجمزورية رحمه الله تعالى: المقدمة. يقول هادي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النور والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميد الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة للنون تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تنوين، فالأول الإجهار قبل أحرف، للحق 6 رتبت فالتعريف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام ب6 أتت ليرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم في بغنة ليرمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا صدق كدنيا ثم سلوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء من بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها، سداتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقم ظالما، حكم النون والنون المشددتين، وقلنا ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا عرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة، والميم إن تسكن تأتي قبل اللجاء، لا ألف اللينة لذي العجاء، أحكامها 3 لمن ضبق، إخفاء إدغام وإدهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء، وسمي الشفيع للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، وذا الإدغام في البقية من أحرف وسمي شفية، وحدا لدوي وفاء تختفي لقربها والابتعاد فاعرفي، حكم لام الولام الفعل للام العلام قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل الباء مع عشرة قد علمه، من إبقي عجك وقطع قيمه، ثانيهما إدغامها في 40 وعشرة أيضا ورمزها بعيد، ثم في الرحمن تفوز الدانعة، دعسوا أذن ذل شريفا للكرم، واللام الأولى سامية قمرية، واللام الأخرى سامية شمسية، وأدير اللام فعل مطلقة، في نحو قل نعم وقل لا والتقام، للمثلين والمتقاربين والمتجانسين، في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيما أعق، وإن يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا، في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل
كل كبير وفمن بالمثل كل كبير وفمن بالمثل كل كبير وفمن بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه العروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد ماد فالطبيعي يكون والآخر فرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وهي في نوعيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قابل كل أعلنا أحكام المد المد أصلي وفرعي وأحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا قدا ولازم عن السكون أصلا وتلو وقفا بعد مد طولا أحكام المد لازم أحكام لازم لديه أربعة وتلك كلمي وعرفي معه كلاهما مفقد مستقد فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة السكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي العروف وجدا والمد وسطه فعرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما ولازم الحرفي أول السور وجوده في 8 عسر يجمع وعروف كم عسل نقص وحيل وجين والطول أقص وما سوى الحرف ثلاث لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انعسر ويجمع الفواتح 14 سله سحيرا من قطع كذا اشتهر خاتمة التحفة وتم ذا النظم بحبل الله على تمامه بلا تناهي أبياته ندوم بدال ذي النوى تاريخ وبشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام ختام الأنبياء أحمد والآل والصحبي وكل تابعي وكل قارئ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المادة الحذيمة، مادة التوحيد، التي يجب على المسلم تعلمه والعمل به، وهو توحيد الله تعالى الذي هو أساس الدين وغاية الخلق ومفتاح الجنة. في هذه المادة العظيمة سنتعلم معا من هو ربنا وما حقه علينا، وكيف نوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونخلص له العبادة وحده لا شريك له. شكرا لك يا أختي وبارك الله فيك. سنبدأ إن شاء الله. السؤال:
في السماء على العرش. ما الدليل على أن الله على العرش؟ قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ على وارتفع. لماذا خلق الله الجن والإنس؟ ليعبدوا وحده لا شريك له. ما الدليل على القرآن على أن الله خلق الجن والإنس؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون ويطيعون. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. كم أركان لا إله إلا الله؟ 2. وما هما؟ النفي والإثبات. كم شروط لا إله إلا الله؟ 7. وما هما؟ العلم واليقين والقبول والانقياد صدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ما هي أعلم العبادة؟ التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بأفعاله. أقسام التوحيد 3. وما هما؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والتدبير والرزق. ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله بأفعال العبادة مثل الدعاء والسجود والذبح. هل لله أسماء وصفات؟ نعم، له ما وصف به نفسه ووصف به النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذ أسماء الله وصفات؟ من القرآن والسنة. ما هي أعظم الذنوب؟ الشرك بالله. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله مع الله. نسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعا لكم وأن يفتح على قلوبكم لفهم العقيدة الصحيحة، وأن نكون جميعا من أهل التوحيد قولا وعملا واعتقادا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحلة إيمانية نرتقي بها بعقيدتنا وننير بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قالت ربي كنا شكري ربي كنا إسلام دينا كنا نعرف ربي كنا محمد نبي كنا نعمة ربي كنا قرآن كتاب كنا نعمة ربي كنا قرآن كتاب كنا كتاب ربي كنا لروم جاببنا لرفوي كنا مقبت راسنا نامو المكنا قرآن ربي جبنا نور كي ربي كنا قوتا مقل جبنا نور كي ربي كنا قوتا مقل جبنا وبولي يانتنا نامي تشوفوا بيكنا دفيت الدنيا نامي قدوم فيدا أوريك الدنيا نامي قدوم ريدا دلال كتوفرا الدنيا مركنا كتاب ربي كنا إسابرا دمنا كتاب ربي كنا إسابرا دمنا غربوت ربي كنا قوتا أفداوينا سوسوبك الدنيا قوتا برا دمنا فريد الدنيا قوتا انتقبنا قرآن ربي كنا قوتا انعشمينا عمرك الدنيا قيمة سين بينا قوياك غدانا وانجيرين بينا قوياك غدانا وانجيرين
قبرتنا نموك سوسنا بوتا قبرتنا نموك سوسنا قربوت ربي كنا دينا تنجبفنا وفائدتنا ما أخرج غينا همتو بردمنا عبادة جبفنا كارانا بيكنا دخنكي قدمنا لباب بيتنا رب من رفقنا نعرس ربكنا أكاسر رجينا نعرس ربكنا أكاسر رجينا دين بالله شقيا أيها السادة والسادات أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمي وباسم مركز العدالة أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المناسبة الكريمة تحت مذلة المركز العدالة ونخص بالترحيب أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة الآباء والأمهات الكرام أصحاب السمو من الأمراء والقيادات المجتمعية فأهلا وسهلا بكم وبين إخوتكم وأحبتكم وزادنا الله بكم شرفا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نريد أن نسألكم سؤالا حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تفضلوا بالسؤال حول سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا. من هو نبينا؟ نبينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أين ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولد في مكة المكرمة. في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد عام الفيل. ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمه عبد الله بن عبد المطلب. ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب. من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير؟ السيدة عليمة السعدية. ماذا كان يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام؟ الصادق الأمين. من أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمره 40 سنة. من أول من آمن من الناس؟ من النساء السيدة خديجة، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصحابة علي بن أبي طالب. كم سنة بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة؟ 13 سنوات. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى المدينة المنورة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا. Qalki namkeenna waa yaabsadha qaba, namkeen gamiisa waswaas gudda qaba, ilmaan diinaan barsiisu addunyaatiin gama, baranoot qor'aankii guddum sablifataa, baranoot qor'aankii guddum sablifataa, baranoot qor'aana guddum sablifata, waqtaa tobbeedhee addunyuun gulbada, sunin qasaaraysa na laallatu jennaa. Qaaluu ilmaan isa guddumtu fiin arga, haqqi qaaluun baasu guddum qaaluu dhibaa. Qaaluu quuf dhabedhe hamaa lafkee maraa. Qaaluu quuf dhabedhe hamaa lafkee maraa. Warra aqliin saa'ibaa meerra laaladha. Ilmaan jabeeffadha qur'aan barsiifadha. Sabliin kan eegadha sabarki guddadha. Qaaluu ilmaan kennaa ismaan jabeeffadha. Haqqi qaaluu teennaa ofirra eegadha. Haqqi qaaluu teennaa ofirra eegadha.